الساعة كانت 8:15 بالليل، واليوم كان 12 يونيو 2024. ياسمين بنت مغربية عندها 26 سنة. الكاميرا جابتها وهي خارجة من أوضة الفندق في باريس. كانت مبتسمة ولابسة تيشيرت أبيض وبنطلون جينز. شنطتها الصغيرة كانت على ظهرها وماسكة موبايلها كأنها نازلة تتمشى. كل حاجة كانت عادية، ومن اللحظة دي محدش شافها تاني ولا سمع عنها. اختفت تماما. لكن الحكاية كانت لسه بتبدأ. اليوم اللي بعده الفندق لاحظ انها مرجعتش، ومفيش اي خروج رسمي حصل من الاوتيل. اهلها بدأوا يتصلوا بيها بس مفيش رد. الموبايل كان دايما مقفول لحد ما اشتغل فجأة، بس مش في نفس المنطقة. اشتغل من حي تاني بعيد عن الفندق ب14 كيلومتر، وبعد أقل من 20 دقيقة اتقفل تاني، ومن ساعتها ما اشتغلش خالص. اليوم التالت كان 14 يونيو. وصل ظرف بريد غريب للسفارة المغربية في باريس. جواه كانت شنطة ياسمين، نفس الشنطة اللي كانت معاها وهي خارجة. لكن الغريب مفيهاش الموبايل ولا فيها محفظتها، بس فيها هدوم تانية غير اللي ظهرت بيها في الكاميرا الأولانية. الحكومة الفرنسية فتحت تحقيق رسمي وجابوا كاميرات الشوارع، ولقوا مفاجأة غريبة. الساعة 8:15 بالليل يوم اختفاء ياسمين، كاميرا تانية جابتها في شارع مختلف، لبسها متغير غير اللي كانت لابساه في الأول. لابسة بلوزة سودا وبنطلون رمادي، يعني غيرت هدومها، بس فين وإمتى محدش يعرف. وإزاي ما ظهرتش وهي داخلة في مكان تقدر تغير فيه؟ لما الشرطة دخلت أوضتها بعد ما اتأخرت أكتر من 48 ساعة، لقوا آثار مسح وتنظيف غريب جدا. الأرض ممسوحة لكن مش بنظام، كأن حد كان مستعجل هو بيمسحها أو بيخبي حاجة. لقوا هناك كيس بلاستيك فاضي متقطع من الجنب، ومناديل فيها آثار ميك اب، ولبس مرمي ورا الكنبة بس كان كله تراب، كأن اللبس ده كان جاي من الشارع. بعد 5 أيام من اختفاء ياسمين لقوا جثة مرمية في نهر ستيم، وكانت في حالة تحلل واضحة. بس المدهش إن تقرير الوفاة قال إنها ماتت يوم 13 مش يوم 12، يعني بعد ما اختفت بيوم كامل. يعني كانت عايشة من بعد ما الناس بدأت تدور عليها، بس كانت فين ومع مين محدش يعرف. وإزاي رجعت شنطتها بالبريد؟ مين اللي بعت الشنطة؟ وليه ما بعتوش الموبايل والمحفظة معاها؟ واللي يرعب أكتر إن جثتها كانت لابسة اللبس اللي ظهرت بيه في الكاميرا التانية، مش اللبس الأولاني. يعني في 3 مراحل واضحة: لحظة خروجها بلبس معين، لحظة ظهورها بلبس تاني، لحظة اكتشاف جثتها بلبس الكاميرا التانية. بس مفيش أي لقطات بتفسر اللي حصل في النص. الشرطة لحد دلوقتي ما أعلنتش عن أي مشتبه، لكن في تقرير اتسرب لمعلومة غريبة جدا. في شخص ظهر في الكاميرا التانية ماشي وراها بمسافة قصيرة، ملامحه مش باينة وكأنه كان بيخبي وشه. لكن لحد دلوقتي ما عرفوش هويته. القضية لحد النهاردة مفتوحة، وأهل ياسمين مش قادرين يصدقوا إنها كانت مجرد حادثة أو انتحار. بنتنا كانت بتضحك قبل ساعات من اختفائها، وكانت حاجزة مطعم لعشاء تاني يوم. السؤال اللي بيطارد كل اللي عرفوها: مين كان مع ياسمين بعد اختفائها؟ ازاي لبست لبس تاني؟ وليه جثتها اترمت في المية وكأن حد بيغسل أثره؟ ولو هي اللي بعتت شنطتها بالبريد، بعتها لمين؟ ولو حد غيرها، بعتها أصلا ليه؟ في تفصيلة ناقصة، والتفصيلة دي
هي مفتاح الحكاية كلها. بس يمكن أكتر حاجة مرعبة في القصة دي مش الجثة ولا الشنطة ولا حتى الحاجات الغريبة اللي ظهرت في الكاميرا. المرعب بجد إن الشخص اللي بعت شنطتها بالبريد دخل مكتب الشحن وقابل الموظف وسلم الشنطة بنفسه. بس الغريب ولا كاميرا من الكاميرات المكان عرفت تجيب وشه، لا ملامح ولا تفاصيل، كأن الكاميرا كانت عامية في اللحظة دي. والأغرب إن الشنطة نفسها كانت متعقمة تماما، مفيهاش بصمة واحدة ولا حتى بصمة ياسمين. فلو هي ماتت يوم 13، مين اللي استخدم تليفونها يوم 14؟ ومين اللي بعت شنطتها يوم 15؟ ولو اللي عمل كده إنسان، يبقى إزاي عدى من تحت الكاميرات من غير ما يسيب وراه أي أثر؟ ولو ما كانش إنسان، يبقى احنا بندور على إيه بالظبط؟